مشاهدينا رجعنا لحضراتكم مرة أخرى بعد الفاصل، وده ميعادنا عشان نلتقي بضيفتنا اللي منورانا النهارده في الاستوديو الدكتورة نهى عطارد، استشاري الجلدية والتجميل، واللي هتكلمنا في موضوع حلقتنا النهارده، واللي هنستقبل وترد على كل تليفوناتكم واستفساراتكم فيما يتعلق بموضوع حلقتنا النهارده. نزل لحضراتكم حالا رقم تليفون القناة الأرضي. خلوني أرحب بضيفتي دكتورة نهى. دكتورة نهى أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. منورانا النهارده. الله يخليك، تسلم. النهارده بنتكلم على الجديد في مجال نقول ايه، تجميل الوجه مثلا. تجميل الوجه باستخدام الفيلر الخيطي، ودي وسيله حديثه بدات تظهر قريب ولا موجوده من فتره؟ موجوده بقى لها حوالي سنه وشويه. طيب ايه بقى الفيلر الخيطي ده وبيتم استخدامه ازاي؟ هقول لحضرتك. طبعا هو الفيلر تركيبات كتير جدا. تمام. وله استخدامات كتير، كل حقنه لها تركيز معين، لها منطقه معينه تتحقن فيها، لها سن معين تتحقن له، لها مشكله معينه بنحطها لها. لو احنا عملنا كل الخطوات دي مظبوطه، وطبعا الحقن نفسها تكون اصليه ومرخصه وجايه من مكان اوثورايزد موثوق فيه، بتبقى نتيجه الفيلر فوق الممتازه. لو خطوه من دول اتعملت بشكل مش مظبوط، بتبقى النتيجه مش احسن حاجه. الفيلر كان كل وظيفته او كل الغرض منه قبل كده ان احنا ننفخ بيه المناطق اللي وقع منها الدهون مع تقدم العمر مثلا، او مع العمليات الجراحيه، او مع حد خس جامد قوي فتلاقي وشها وقع، سواء ست او راجل، مع السن، مع الجفاف، مع كده، فبنضطر ان احنا نحط حقنه فيلر تعوض الدهون اللي فقدت من الوجه. كان وظيفه الفيلر زمان زي ما بقول لحضرتك ان هو يملى المنطقه، تفيل يملى المنطقه اللي مثلا فقد منها الدهون. كل ما مليناها بشكل طبيعي كل ما كانت النتيجه ممتازه. طيب في مشكله تانية او ظاهره تانية بدات تظهر في الوجه، انه مش بس بيبقى محتاج ملو، هو بيحتاج كمان ان الجلد يترفع. يعني ممكن يبقى مليان بما فيه الكفايه، ممكن واحده تبقى خدودها تمام مليانه، بس عندها مثلا جزء تاني ورا محتاج ان هو متدلي، محتاج ان هو يترفع، مش يتنفخ، هو محتاج بس يترفع، يتشد مكانه. هنا بيجي دور الفيلر الخيطي. كان قبل الفيلر الخيطي الخيوط، كان ده دور الخيوط نفسها، ان احنا بندخل بالخيط وبنعمل اخر الخيط لازم بنشبكه كده في الجلد ونشده ونرفع الجلد بيه. الخيط هو بيمشي مسافه طويله قوي في الوش، يعني هو خلينا نقول ان الوظيفه بتاعته الاساسيه ان هو كانه جسم غريب بيدخل الوش، بيحصل حواليه شويه الياف صغننه، فبنقول انه بيفضل رافع الوش لمده طويله قوي. للاسف ظهر منه شويه حاجات، انه عشان احنا بنمشي الخيط مسافه طويله قوي في الوش، فوارد يظهر حاجه اسمها ديبنج، يعني الوش يبقى في بعض الاماكن في نغازات داخله مكان ما الخيط عدى المسافه دي كلها. الفيلر الخيطي ما فيهوش الكلام ده، ما بيحصلش. عالج بقى، جه اساسا عشان يعالج المشكله دي. جه اساسا بالظبط. هو كان موجود، هو كان عباره عن حقنه فيلر وظيفتها الشد وليس النفخ. تمام. هو حقنه الفيلر العاديه اللي بتنفخ، المفروض لو الماده اللي بتتحقن دي ماده طبيعيه، هي بتتكون من جزيئات ببساطه كده، جزيئات وبينها بوندات زي عصيان بتمسك الجزيئات ببعضها. المفروض ان الجزيئات دي مع شرب الميه، الست بتشرب الميه كتير، هي بتتمدد بشرب الميه، بتتشكل، بتاخد الشكل الطبيعي بتاع الوجه وتتفرد معاه وتبقى شكلها طبيعي وجميل جدا وماليه الوجه. يعني خلاص ما بقاش فيه فكره الخيوط القديمه والشد والكلام ده كله، موجوده برضو، بس استخداماتها يعني انا بحس ان انا بقول ده كبديل، يعني الفيلر الخيطي ده اصبح بديل بالنسبه لي. انا بشجعه عن الخيط نفسه، يعني انا بفضله. هو بيبقى حقن برضه، بيتحقن في صوره حقن. يعني خلاص ما بيبقاش فيه عمليات بقى نفتح ونشد لا، ما هو انا بقول لحضرتك الحقنه العاديه المفروض انها عباره عن جزيئات، الفيلر العادي عباره عن جزيئات بتشرب الميه، حضرتك بتشرب الميه، هي بتشرب الميه وبعدين بتملى بتدي مفعول الملو شويه في المنطقه اللي اتحقنت فيها. اما الفيلر الخيطي هو بيتحول الى، يعني الجزيئات بتاعته بتتحول الى شبكه جوه الوجه، تبقى شبكه رفع، بترفع الوجه وبتتحقن في مناطق معينه على العظم بشكل معين، علشان لازم في مناطق معينه عشان ترفع الوجه وتشده وترجعه لشكله الطبيعي تاني قبل ما يتهدل منه اي جزء، بدون ما بتدي فوليوم، من غير ما تدي حجم. تمام.
ودي ميزه طبعا، دي خلت سيدات كتير جدا ما كانوا خايفين من فكره الفيلر عشان هم مش عايزين وشهم يتنفخ او يتملي، بداوا يستخدموا الفيلر الخيطي بديل للفيلر نفسه. هيديني برضو نضاره، هيديني برضو رفع للوش بشكل مظبوط بدون ما يديني حجم، فبقى شكلي طبيعي اكتر وسني اصغر. طيب يعني دلوقتي علشان تبقى الصوره واضحه، لو في واحده عاوزه تعمل يعني نفخ لمنطقه معينه في الوجه مثلا، فبتحتاج الفيلر العادي. العادي ده بس العادي حسب المنطقه وحسب سنها، حسب المشكله واصله لانهي مرحله، هتتحط الحقنه فين، والحقنه نكون نوعها زي ما بقول لحضرتك مرخصه ومظبوطه، والمفروض الكلاينت تشوفها، يعني مش تتحقن لها، تتاكد يعني ان الحقنه دي تشوفها وتشوف تاريخ صلاحيتها قبل ما تتحقن في وشها. اما الفيلر الخيطي ده لو حد بقى عايز يرفع يعني يعالج المشاكل اللي هي بتاعت شد الخيوط بالظبط، لو اي مشكله مثلا محتاجه انها الجلد متهدل فيها، محتاجه تترفع، مش محتاجه ان هي تتنفخ او تتملي، لا محتاجه تترفع، ساعتها بنحط الحقنه بتاعه الفيلر الخيطي. طيب. بتكون عوض عن الخيوط. احنا نعرف انه الفيلر بيبقى له مده معينه ولازم يرجع يتحقن تاني على حسب الوقت اللي هو بياخده، يعني سنه او حاجه مظبوط، ويحتاج يتحقن تاني. الفيلر الخيطي نفس القصه برضو ولا بيختلف؟ نفس القصه، بس الفيلر اللي موجود دلوقتي او المتطور قوي دلوقتي بيبقى له مفعول علاجي، مش بس ان هو بيدي مفعول الحجم او الفوليوم، يعني مش بينفخ بس او بيشد بس الفتره دي، لا هو كمان في بينشط الكولاجين الطبيعي بتاع الوجه. تنشيط الكولاجين ده سر كبير قوي من اسرار الجمال، ان هو اصلا وشها يرجع بالسن لورا من غير اي جراحات، من غير اي لعب فيه بطريقه اجريسيف، يعني احنا مجرد بنحقن حقنه هي بتنشط لها الكولاجين الطبيعي. فالمفروض ان الفيلر لو هيقع بعد مثلا نقول 8 شهور 9 شهور سنه في المتوسط، يعني احنا بنتكلم ده المتوسط، حسب طبعا الست دي بتدخن بتشتغل بتشرب ميه كويس ما بتشربش، مليانه رفيعه، حسب طبيعه جلدها، ما بين 6 شهور لسنه على حسب بالظبط يعني. ما بين 6 شهور لسنه، ده المتوسط بتاعه ان هي الحقنه تقعد. الفيلر العلاجي الميزه بتاعته انه لما حتى الحقنه بتروح مفعولها العلاجي بيفضل مستمر، يعني عمر الوش ما بيرجع زي الاول. طيب دي تاخدنا بقى لنقطه مهمه، واكيد السؤال ده انت دايما بتتساليه في عيادتك، لما حد يقول لك طب هو امن على الجسم ولا ممكن يسبب مشاكل من وراه؟ امن جدا. امن. النوع اللي انا بتكلم عنه او الانواع المرخصه اللي هي معروفه من 40 50 60 سنه دي امنه جدا، لان ما فيهاش في تركيبها، ما بيحتويش غير على شويه هيالورونيك اسيد، بيحتوي على في صوره جزيئات مع بوندات بسيطه بتتكسر بعد الوقت وبتنزل عادي من الجسم، ما بتتخزنش فيه، ما بتملاش، ما فيش اضرار، هي بتشتغل بالميه. احنا لما بنشرب الميه بنشغل الجزيئات دي وبتتنفخ وبتدي الحجم المطلوب، ما بنشربش الميه بتلاقي الجزيئات هي موجوده، المده بتاعتها موجوده في وشها لغايه لما بعد وقت بتنزل. اما تنشيط الكولاجين ده مفعول علاجي اصلا، ما انا اديتك حقنه خليتك كمان صغرتي بالسن من غير ما تنفخك ولا اي حاجه، انت شغلت لك الكولاجين الطبيعي بتاعك. فهو ده يعني طبعا دلوقتي التطور بتاع تاثيرها مزدوج، يعني من ناحيه طبعا العلاج اللي هو من 6 شهور لسنه للحاجات المتهدله، وفي نفس الوقت الكولاجين شغال جوه انتاجه، والدنيا بتحاول تحسن مستوى الجلد. بعدها يعني لو احتاجت مثلا اول سنه جت دخلت عندنا العياده، لو احتاجت حقنتين، لا ممكن بعد سنه سنه ونص تحتاج حقنه واحده، مش نفس الحقنتين، لانه هيكون لسه مفعول العلاج بتاعها موجود لسه شغال. طيب وفي مفعول تاني برضو اوضحه لحضرتك، فضل. المفعول التراكمي. الحقن الجديده دي لها حاجه اسمها cumulative effect، يعني مفعول تراكمي. يعني ايه؟ يعني انا حطيت الحقنه الجديده النهارده هتشغل لي شويه الحقنه اللي كانت محقونه من سنين، هتصحصح الجزيئات بتاعتها، لان في الاول وفي الاخر كلها تنشيط للكل وتنشيط للفيتامينات والمواد الطبيعيه اللي موجوده في الحقنه نفسها. طيب امتى بتحصل المشكله يا دكتور؟ يعني انا حضرتك اكدتي اكتر من مره على اهميه ان الحقنه يبقى يتم التاكد ان هي براند معروف، وان هي يكون تاريخ صلاحيتها ساري، وان هي تكون حاجه امنه. المشاكل بتحصل منين؟ هقول لحضرتك، المشاكل ممكن تحصل لو في اي خلل في الاربع نقاط اللي قلت لحضرتك عليهم. يعني مثلا حقنه مخصصه انها تتحقن في الخدود، حقنتها انا تحت العين، كده مشكله. تمام. هنا في مشكله.
حقنه مخصصه للشفايف، مهم. حقنتها في منطقه مش بتاعتها، خدود مش مثلا. هتديني احسن مم. حاجه. مهم. حطيتها في خدود مش هتديني مفعول جامد، مهم. وان كانت مش هتضر، لان حقن الشفايف والعيون حقن انسيابيتها عاليه جدا، اعلى من الحقن العاديه، مهم. فمش هتضر، بس مش هتديني المفعول الطبيعي او المطلوب، مش مهم. هتبقى ساتسفايد للكلاينت. مهم. هتيجي تقول لي انا حقنته مش شايفه اي ريزلت. حقنه المفروض ان هي تبقى جايه من شركه اوثورايزد، مهم. جت من بره، يعني شركه دخلت لي مرخصه الكلاينت، دخلت العيانه، وده بيحصل كتير للاسف بتجيب دلوقتي. الحقن معاها وهي جايه. طب انا دكتوره عندي الحقنه وجايباها معايا وانا جايه، حضرتك بس يعني شوفي التكلفه بس بتاعه الحقن مهم. يا جماعه التوفير مش في الادويه بتاعه الوجه، مهم. مش هتفرق تكلفه الحقن. انا بالنسبه لي احيانا بقول لها لا خليني انا اجيب لك الحقنه بتكلفتها، ومش عايز تكلفه الحقن، انما تكون الحقنه جايه من المصدر المظبوط. انا ما احقنش حقنه جايه من بره ابدا، هي جايبه. صحيح. طب انا جايباها لان في النهايه انت تتحملي المسؤوليه. لا هي بتدخل احيانا تقول لك طب انا المسؤوله وجايبها لي اخويا، واخويا دكتور. معلش، مهم. انا شخصيا بعتذر عن حقنه زي دي، غيري ممكن يقبل، مهم. بس انا بشوف ان الافضل ان احنا تتحقن الحقنه من مصدرها الرئيسي. طيب جينا حقنا بقى اصلا، يعني بعدنا خالص عن الاطباء وكده، واجتهدنا ورحنا حقنا في مكان الحقن فيه مركز تجميل كوافير ولا ايا حاجه. كان بقى، يعني جينا حقنا حقنه. مهم. توقع اي شيء، مهم. هو قولا واحدا كده، توقع حضرتك اي شيء، طبعا لان انت ممكن يبقى كطبيبه المركب ممكن تبقى من تركيبات بعض الحقن دي، ممكن يبقى فيها يعني زي ما نقول مواد ببساطه كده بلاستيكيه، مهم. فتخيل حضرتك انك بتحط حاجات زي كده في الوجه. هو عاوز يدي ريزلت بس على حساب التكلفه، فبيعمل الماده اللي بيركب منها دي هو على الحقنه حساب حاجه. صحتها، على حساب صحتها. كطبيبه انت عارفه الاماكن اللي بتدخل فيها الحقنه طبعا والكميه والنسبه قد ايه، بعد طبعا ما بتكشفي على الحاله وبتطمني. اللي بيحصل بره مش يعني بعيدا عن العيادات الخاصه بالعيادات التجميل، ده اللي هو بتؤدي للكوارث دي، لان اللي ممكن يكون الشخص مش متخصص قوي، فمش عارف يدي الحقنه بمقدار قد ايه وفين وازاي، فبتطلع النتائج مش لطيفه. واحيانا بيجولك بقى العياده علشان حضرتك تعالجي الكوارث اللي حصلت بره العياده، يعني هم كده او كده هيدفعوا علشان يعالجوا ما هي المشكله. بص بقى حضرتك، هي دي المشكله، ان مش كل الفيلر بيتفك. لازم يقعد ال6 مش شهور كل حاجة او السنه. لا المشكله للاسف الحقنه الكويسه السليمه مفعولها هيروح بعد ال6 شهور لسنه. الحقنه السيئه للاسف الشديد مش بتروح من الوجه، مفعول الضرر احيانا بيستمر. بس عايزه اقول حاجه عشان برضه للامانه، يعني بص حضرتك، مفيش ماتيريال او مفيش حقنه نظيفه مرخصه من وزاره الصحه مظبوطه تعمل مشكله كبيره او تعمل كوارث. احنا بشر، كل الناس بتغلط، بس مفيش حقنه مظبوطه هتؤدي الى كارثه. هيبقى ساعتها المشكله في ايه؟ تايمينج، وقتها اخذت وقتها وراحت تعالج المشكله وراحت وخلاص، ما تكرريش الغلطه تاني. انما لما احنا بنتكلم عن المنتج نفسه مش مظبوط، مش هنعرف نخرجه تاني بره المنطقه اللي لا دي بتبقى خلاص، بتبقى كده هي يعني ودت نفسها في حته مش احسن حاجه ابدا. طيب متوسط سعر الحقنه، مش هنقول السعر كام بالظبط لانه بيختلف من براند للتاني والبتاع، بس ده سؤال جالي دلوقتي، يعني ناس بتسال متوسط قد ايه الافريج يعني؟ بص حضرتك على حسب افريج التكلفه بتاعت الموضوع، يعني ممكن تبقى تقريبا متوسط، مش يعني الرقم ده بيختلف طبعا على حاجات يعني كتير. لا انه بنقول افريج مش سعر حاجه. طيب افريج ومتوسط يعني. خلينا نقولها كده ببساطه شديده. هو في سعر معين او رقم معين لحقنه الفيلر، انا بشوف ده رايي الشخصي انه لو قل السعر عن كده لا ما تروحيش تحقني، استني شويه اجلي شويه الحقن، مش هيحصل حاجه. يعني الحقنه بتاعت الفيلر عشان نبتدي نتكلم ان هي سعرها مناسب لانها تبقى حقنه كويسه، خلينا نبدا من 3500 وده كده قليل جدا. اقل من كده نسمع ارقام اقل من كده اجلي نهرب، اجلي الحقن نجري على طول من المكان ده. مش هيحصل حاجه لما تاجلي الحقن. نحوش شويه وترجع هو انا هقول لحضرتك المشكله بقت في ايه. هو زمان، يعني خلينا برضو نقول المشكله بتاعت دلوقتي، من 20 سنه مثلا
كان الفرايتيز او الفروق بين انواع الحقن بتاعه الفيلر تحديدا مش كبيره. كانت بتبقى واحده سويسري، واحده سويدي، واحده فرنساوي، واحده امريكي، واحده قعدت في الوش لمده اطول من الثانيه شهر، واحده قعدت في الوش مثلا بشكل طبيعي اكتر، الثانيه شكلها فيك اكتر. كانت الفروق بسيطه، فحتى المشاكل من الحقن دي ما كانتش كبيره زي دلوقتي. دلوقتي احنا بنتكلم عن حقنه اصليه وحقنه اصلا مش تمام. فبقى فيه هيوج ديفرنس بين المفعول المظبوط وبين المفعول اللي هو نص نص. اعتقد كده يا دكتوره انها وضحت كل ما يتعلق بموضوع الفيلر الخيطي. وخلينا بقى ننتقل لموضوع تاني ونتكلم على مناطق التعرق في الجسم، اللي هي في تعرق الطبيعي النورمال، وفي حاجات بقى بتبقى خارجه عن الاطار الطبيعي. يعني في ناس ايديها من جوه بتعرق بشكل مبالغ فيه جدا، بالزبط. وصيف وشتاء طول الوقت، مثلا لو قافل ايده شويه او سايق او بتاع، فجاه يلاقي ايده كلها مية. او ايدها كلها غرقانه ميه. صحيح. طيب هل في علاج للمشكله دي؟ دلوقتي بقى له من خلينا نعرف بس ايه السبب الاول ورا الموضوع دوت. يعني هل دي حاجات جينيه بس، ولا دي حاجات ممكن حاجات مكتسبه طبيعية من الطبيعه؟ لا، هي عاده بتبقى الكلاينت ده او الشخص ده مولود بهذه المشكله، ايده بتعرق جامد. الغده العرقيه دي حضرتك بتبقى موجوده في مناطق معينه في الجسم مع متصيلات الشعر، وفي راحه الايدين طبعا بتبقى الغده العرقيه موجوده كبيره. شيء طبيعي ان الايد تعرق، بس مش صح انها تعرق بطريقه زياده عن اللزوم. يعني في ناس كانت بتتعرض للمشكله دي لدرجه تقول لك انا لو صاحب شركه مثلا يقول لك انا مش عارف امضي الشيكات، انا عندي مشاكل في البيت بسبب ان ايدي على طول بتنزل ميه، مش عارف امسك الحاجه تقع مني. فموضوع تعرق الايدين سمعنا مشاكل كمان عن بين ازواج وزوجات بيشتكوا ان يعني مشاكل قويه جدا. مجرد ما الزوج بيلمس ايد زوجته ولا حاجه بايديها بتغرق، او العكس يعني، فبتبقى حاجه بتضايق يعني. البيت كله بيفشل، ما بيكملش بسبب مشكله زي كده. وطبعا ده احنا بنتكلم على المنطقه دي، منطقه الاندر ارم. المنطقه الثانيه اللي هي تحت الابط دي طبعا كارثيه اكتر، عشان دي بقى طبعا دي بتظهر مشاكلها. هقول لحضرتك من ايام من ساعه المدرسه، يعني والطفل ده في المدرسه وهو بيعاني من المشكله دي. دايما بيرجع لمامته وهو غلبان، هو مش واخد الشاور بتاعه ونازل ولابس احسن لبس وابن احسن ناس ورايح يقعد في وسط الكلاس بتاعه، وبس المشكله ان عنده الغدد العرقيه بتفرز التعرق او بتفرز الدهون دي بشكل بكميات اكتر او بمعدل اسرع بكتير من الطبيعي العادي. فطبعا بتلاقي هدومه غرقت، تلاقي في وسط المدرسه تلاقيه دايما في شويه نفور منه، ان هو مثلا على طول عرقان، على طول ريحته على طول. ده بيسبب احيانا ازمات نفسيه للطفل، صحيح، بتكبر معاه وبتعمل مشاكل كبيره، في حين ان العلاج بتاعها شيء بسيط قوي. هي جلسه بوتوكس، هي فقط هو جلسه بوتوكس بتتحقن بشكل معين، اذا كانت للايد او لتحت الابط بجرعات معينه على مسافات معينه، والمنتهى المشكله دي بتنتهي تماما تقريبا 90% من المشكله. يعني مثلا هو بيعرق بالمعدل ده، هيعرق بمعدل اقل بنسبه 90% من مشكلته الاساسيه. طيب انت بالتالي هيبقى طبيعي. في حلقات سابقه عرفتينا الفرق ما بين الفيلر والبوتوكس، قلنا ان الفيلر بيملى المكان اللي هو فيه، البوتوكس بيعمل ليونه او استرخاء للعضلات اللي موجوده في المنطقه اللي هو بيتحقن فيها، صح كده؟ البوتوكس بس ده لو هنحقنه علشان يفك التجاعيد او كده. البوتوكس بيقعد على الريسبتورز بتاعه العضله. طب بالنسبه بقى لمناطق التعرق بيشتغل يعني الميكانيزم بتاعه ايه؟ الميكانيزم بتاعه ان هو نفس الحكايه، بيقفل ان الغده تطلع الافرازات الزياده بتاعتها الدهنيه دي، فترجع تطلع الحاجات الطبيعيه بتاعتها فبتبقى بتقفل السوائل دي، بينشف المنطقه شويه، ما بيخليهاش تنزل. يعني بنتكلم ببساطه طبعا، هو بيقفل الريسبتورز برضه، فبيخليها ما تنزلش كم الهائل ده من السوائل. طيب الجلسه دي تكفي لقد ايه وقت؟ يعني هي اللي هي زي الفيلر كل 6 شهور بيحتاج يتحقن، ولا دي غير؟ دي ما بنعيدهاش قبل سنه، وفعلا بتبقى المفعول مستمر وبيبقى الشخص طبيعي جدا. وعلى فكره سنه ورا سنه بيتحسن كمان، لان هي الغده العرقيه الغدد العرقيه يعني اللي بتبقى طالعه مع البصيلات بتتعود على الحقن ده، على الوضع الجديد، ان هي ده نسبه الافراز بتاعها، وقدرتها على الافراز بتقل مع استمرار الحقن بانتظام، وبتنتهي المشكله دي تماما. هي من اول جلسه
الطفل او الشخص سواء رجل سيده كده بتبقى مبسوطه جدا منها، بتبقى يعني علاج سحر. هو حقيقي طبعا لما يكون مشكله كارثيه زي كده، قلنا لو اطفال تاثر على نفسيتهم، لو بشكل كبار كبير. ممكن تدمر بيوت دي بسبب اكتر المشكله حاجه، دي. دي اكتر حاجات اللي هي فاكيد انت البيوت. بيجيلك شكاوي كتير من اللي الموضوع عنده ده. المشكله دي بتبقى فعلا بيعاني، كان زمان بيعاني، دلوقتي خلاص بقت بالنسبه له لها حل كبير قوي صحيح، يعني. جلسه والموضوع سنه بقى على بال ما يفتكر يحتاجها بس المره برضو تاني. سعرها بيكون اعلى من الحقن البوتوكس العادي للجبهه او للعين او لكده، لان هي بتحتاج جرعه اكبر الكميه نفسها بتبقى أكبر. وبتختلف من راجل لسيده. مهم. يعني مثلا الرجل بيتحقن له ضعف جرعه الست. مهم. فهي قصتها كلها الموضوع ده شويه التكلفه. مش بس يعني اعتقد انه ايا كانت التكلفه في مقابل النتيجه اللي الواحد بيحصل عليها، اعتقد بتكون مرضيه جدا يعني. ده اكيد اكتر من المرضيه كمان. طيب، الموضوع الثالث اللي احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم فيه، هنتكلم شويه عن البهاء. البهاء. البهاء مشكله برضو. ضررها الاكبر انا بشوف ان هو ضرر نفسي. ف يعني خصوصا لو هي في مناطق ظاهره، في الوجه، في الايدين. يعني ايه السبب ورا موضوع البهاء؟ هل هو حاجه استعداد جيني، ولا هل هو مثلا حاجه الواحد نوع معين في ضعف في المناعه، ولا ايه الموضوع ده هقول بتاعها؟ لحضرتك ايه سببها؟ السبب الحقيقي لظهور بقع البهاء في الجسم مش معروف لغايه دلوقتي، بس في بعض النظريات. يعني في ناس تقول ده مشكله مناعيه، في ناس تقول ده حاجه وراثيه لازم بيتوارث، لو موجود في العيله وارد ان هو يطلع، وممكن ما يبقاش في حد في العيله خالص عنده المرض ده ويظهر. عاده البهاء بيظهر قبل سن 30 سنه. تمام. ممكن يظهر من الطفوله وممكن يظهر في سن اكبر من كده، بس عاده بيظهر في السن اللي قبل 30 سنه. بيبقى عباره عن بقع بيضة او اماكن بيروح منها اللون في الجسم. يعني مثلا بتبتدي خلايا الصبغه اللي هي المسؤوله عن افراز الميلانين، بتبتدي ان هي تقلل افراز اللون او الصبغه بتاعه اللون بتاعه الجسم. الصبغه دي مش بتقل بس من الجلد، على فكره ممكن تقل كمان من الشعر، ما هو كلها صبغه. احنا الخلايا الميلانين او الميلانين بيتفرز من اللي هي الخلايا الميلانينيه دي، بتفرز المواد دي او اللون الصبغه بتاعه الجسم، وبتفرز صبغه الشعر وبتفرز صبغه الرموش والحواجب وكله. فوارد اللي عنده بهاء يلاقي كمان شعره بيبيض او اماكن منه بتبيض، وده من الحاجات اللي بتسوء النفسيه اكتر. بس صحيح. الكلام ده كان زمان. شاب صغير مثلا او فتاه لسه قبل ال 30 سنه ومناطق في الشعر بيضاء او مناطق في الجسم او الوجه بيضاء. بالظبط. وهو عاده لما بيبدا، عاده في معظم الحالات بيبدا في الايدين، بيبدا بالوجه. ممكن ياخد جنب واحد من الجسم ما ياخدش الباقي على فكره. ممكن له اشكال كتير، ممكن يبقى منتشر في الجسم. الطرفي ممكن يبقى طرفي، يبقى في الايدين بس كده وفي الرجلين وفي بعض الاماكن في الوجه واماكن ده هو الاكثر انتشارا تقريبا، مش كده؟ الاكثر انتشارا اللي هو الطرفي، بس لا اللي هو كمان ممكن يظهر في الايدين وفي الرجلين. تمام. طيب ده طبعا حاجه نفسيا كارثيه، بتضايق جدا في البدايه، بس دلوقتي دلوقتي انت عامله لنا مفاجاه بقى النهارده. لا هو له علاج. لان احنا لفتره كبيره كنا نعرف ان هو ملوش علاج، والناس كانت بتتعايش معاه او بتبتدي تاخد حاجات عشان ما يزيدش انتشاره مع التعليمات اللي بتتاخد. ظهر له ادويه كتير قوي بتتاخد بالفم، وبعدين رجعوا قالوا لا الادويه دي مش امن حاجه، فما يفضلش انها تتاخد. طبعا بيتعالج العلاج الشهير بتاعه الاساسي اللي هي الاشعه الفوق البنفسجيه، اللمبات الزرقاء اللي بنقعد تحتها علشان اللون يبدا يتكاثر من الاماكن اللي فيها لون، تبدا الخلايا الصبغه تتكاثر وتدخل على المنطقه الفاتحه تصبغها شويه. الكلام الطرق دي ممكن نلجا لها لو كان المساحه اللي فيها خلايا الصبغه راحت منها مش كبيره. يعني لو خلايا الصبغه راحت من مناطق صغيره، منطقه في الايد مثلا، منطقه في الرجل، حاجه بسيطه في الاماكن اللي فيها فتحات، يعني حوالين الفم، حوالين العين، الانف كده، فبنلجا ساعتها لان احنا نزود الخلايا اللي هي ايه الغامقه. لو وصلت البنت او الولد لسن معين عنده المرض ده بعد ال30 او كده، فبنقول ان هو يعتبر مش هينتشر قوي عن كده، فبنبتدي نعالج بالطريقه دي لو المساحه بسيطه ومش كبيره. يعني السن له دور كبير في استخدام طريقه العلاج، وحسب المساحه اللي فيها اللون. وحسب المساحه. مساحه
في ناس بقى بيبقى منتشر عندهم مثلا واخد نص كف ايدها او كف ايدها كله، واخد وجهها، واخد قدمها كله. هو عادة بيبدأ لازم بالايدين وبالوجه، لازم بتلاقي حاجة فيهم، يعني مش ممكن يجي في منطقة في الرجل بقعة بس كده، ممكن يجي في حتة معينة في الوش او في الراس بقعة وتفضل معاها طول العمر. بس الاساس اللي احنا غالبا بنشوفه الايدين والوجه هو اللي بيبدأ فيهم في اماكن معينة. طيب دلوقتي بالنسبة للايدين هنعمل ايه؟ علشان اول حاجة بنحاول نخلي اللون يبقى موحد. الفكرة في علاج الاول وانا بدردش انا ودكتوره نهى قبل ما نبتدي الحلقه، فقالت لي انه احيانا المشكله دي او المرض ده ممكن يكون سبب في جمال الشخص اللي هو ده عنده دلوقتي المشكله دي. فانا استغربت الحقيقه، قلت لها انت لازم توضحي لنا الموضوع دوت على الهوا ان شاء ده الله. دلوقتي طيب ايه بقى الحكايه دي؟ هقول لحضرتك. طبعا اكتر ناس بتستفيد من الموضوع بتاع البهاء ده دلوقتي اللي هم عندهم المرض ده اكثر انتشارا، اللي هو يعني بينتشر في جسمها جامد جدا، فهي بتبقى اكتر واحده مستفيده منه. ليه بقى؟ لان العلاج اللي موجود دلوقتي او اللي فعلا فعال بنسبه، يعني باذن الله بنسبه كبيره جدا، ان احنا بنحقن حقن معينه، حقن معين بطريقه معينه في الجسم على السطح كده بتاعه بشكل معين، بيحول اللون بتاع الجسم الغامق الى الفاتح ايا كانت درجه لون البشره، ايا كانت، ترجع كلها موحده لون واحد. احنا بنلعب على انه المرض موجود في جسمها، وممكن يكون ده مرض مناعي، فاحنا بناخد منها العينه وبنحللها بشكل معين، وبتتحقن بطريقه معينه في المناطق اللي فيها لون مش اللي ما فيهاش. فبالتالي بتلاقي اللون الفاتح هو اللي انتشر. تخيل بقى حضرتك لما لون البهاء الفاتح ده ينتشر في الجسم كله، فطبعا البنت بتبقى بياضها شاهق وبتبقى مميزه جدا. يعني انا عندي مريضه كانت مريضه بالبهاء، بسم الله ما شاء الله ربنا كتب لها الشفاء. ده سر ومفتاح من مفاتيح الجمال اللي ربنا ممكن يوهبه للناس. ده سبحان الله بقى. هي مكلماني من اسبوعين تقول لي دكتور نهى انا دلوقتي مرضي بقى هو في يوم من الايام سر جمالي. قاعده بتحكي انها قاعده في وسط المدرج بتاعها، وطبعا لونها وجمالها ظاهر جدا. فاللي بيشرح الدكتور اللي بيشرح لهم المحاضره بيشاور عليها يقول لها يعني مثلا لما يكون الجمال صارخ كده او البياض فظيع كده فبيبقى 1 2 3 وبيشرح. فهي بقت رمز للجمال في وسط اصدقائها، بعد ما كانت في يوم من الايام بتبكي. يعني قبل ما نبدا العلاج معاها سبحان الله، والله انا افتكر البنت دي كانت بتبكي حرفيا، بتستخبى، مش عايزه تشوف لو عندها ضيف في البيت، مش عايزه تخرج تقابله، مش عايزه تتعرف على حد، مش عايزه تتخطب، مش عايزه تعيش حياتها. النهارده خطيبها يعني مبهور طاير بيها طبعا مبهور بيها جدا، ويعني ومستغرب هي ازاي جميله كده. بتسال كتير السؤال ده في الشارع، تعالي بس انت عامله ايه في نفسك، انت ازاي بقيتي حلوه كده؟ ولا اي حاجه، هو ربنا اداها في يوم من الايام خلينا نقول ابتلاء صعب، في الاخر وصلها لطريق جمال مفيش قبله ولا بعده يعني. يعني كل يوم بنسمع عن جديد في الطب بيساعد وبيساهم بشكل طبعا كبير جدا، مع شطاره الدكتور طبعا. الله يخليك. يعني بتؤدي ده الى ان علاج مشاكل ممكن تكون مشاكل مبوظه نفسيه الانسان ومخليه في حته ثانيه، تحوله الى شخص مش عارفين يعني نتكلم معاه. صحيح. هو الفكره في العلاج يا فندم بتاع البهاء كمان ان احنا رجعنا لنظريه واضحه في الطب برضو، انه دايما سهل اني افتح اللون، دايما سهل ان اللون او بتاع الجلد يفتح، وصعب قوي انه يغمق. يعني احنا دايما ما بنفضلش ان الناس تاخد تان قوي، خصوصا لو الشمس بتاعتهم حارقه زي الشمس بتاعتنا مثلا احنا العرب. ما يفضلش ان احنا نقعد ندهن الزيوت والمواد اللي بتعمل التان الحارق، لان ده ممكن تؤدي الى امراض خطيره في الجلد. في حين ان سهل نعمل جلسات تفتيح ان شاء الله نمشي عليها بمعدل ثابت كل شهر كل شهرين طول العمر ومش هيحصل حاجه. في موضوع تاني عايزين نتكلم عليه وهو موضوع التقشير، بما ان بقى المواضيع بتجيب بعضها. احنا بنتكلم انه احيانا الانسان ممكن يتعرض لشمس كتير وتحصل له يعني الشمس مع الاتربه مع حاجات كتيره بتعمل مشاكل وضرر في وجه الانسان والبشره، ويبقى محتاج. بنسمع المصطلح الشهير اللي هو انا عايزه بشرتي ترجع زي بشره البيبيهات تاني. بالظبط، هو ده الهدف من التقشير الناجح.
بس بقى المشكله ان عمليه التقشير دي انا هقول لحضرتك عايزين ناخدها تفصيلا بقى وانواعها، وهل الليزر ليه دور النهارده في التقشير ولا التقشير كله بالمستحضرات التجميل يعني اللي المواد بتستخدم؟ العلاجيه. المواد العلاجيه في تقشير بالليزر وفي تقشير بالمواد العلاجيه. هو التقشير كله يا اما تقشير سطحي يا اما تقشير متوسط يا اما تقشير عميق. تمام. التقشير ده زي انا دايما بقول عليه انه عالم، ده عالم لوحده بيعالج حاجات حرفيا ما فيش حاجه تانية بتعالجها. مشكلته في حاجه واحده، ان جلسته خليني اقولها بالعاميه كده مكروهه جدا 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 بالنسبه للبيشنت. واضح انها مؤلمه. جلسه مزعجه. لا مش مؤلمه، امال دي كريمات ومواد بتتحط على الوش او حتى لو جهاز بيمشي على الوش. الفكره انه هي جلسه مزعجه من ناحيه ايه بقى؟ الفتره اللي الوش بيبقى فيها او الجلد بيقع بيجدد نفسه بتبقى فيه زي قشور وحاجات واقعه من الجلد عامله شكل مش مظبوط للست. لو السيده دي مثلا سيده مجتمعات او لو عندها بيبقى فيه مقابلات مهمه، ضيوف مهمه بتظهر قدامهم، بتحتاج تحط ميك اب بشكل معين. طبعا التقشير ضد الميك اب، يعني عشان نكون واضحين. التقشير خلال فتره التقشير في تعليمات خلال فترة معينه. التقشير اولا لازم في تعليمات تلتزمي بيها تاخدي افضل مفعول. ميك اب ممنوع. ميك اب ممنوع بحدود. يعني لو انت عامله جلسه محترمه او فخمه بمواد محترمه اوكي بنسمح لها انها تحط ميك اب بشكل معين، بس لازم بتحط تحتيه كريمات شمس تناسب بشرتها وبتتحط بجرعات مظبوطه. صن بلوك يعني؟ تمام. صن بلوك. طيب. فبس ما يفضلش في اي ظرف من الظروف ان احنا نعمل تقشير قوي، اللي هم تحديدا انا بتكلم على قوي ده اللي هو المتوسط والعميق. دول ممنوع معاهم الميك اب قولا واحدا. ماشي هنسمح لك لو التقشير ده سطحي تحطي ميك اب وتحطي تحتيه كريم الشمس وما بيبقاش فتره طويله، وتروحي تشيلي الميك اب بكلينزر محترم وميك اب ريموفر اوريجينال، وبعد كده تبداي تمارسي حياتك الطبيعيه تاني وتحطي كريم الشمس تاني. كده انت حفظتي وشك من المخاطر الميك اب او تفاعله مع المقشرات، لانه احيانا دي كيميكال وده كيميكال. طيب دكتوره نهى، دلوقتي التقشير 3 درجات. هل دلوقتي الموضوع يتعلق بالبيشنت اللي بيجي لك او بتجي لك وبتقول لك هي عايزه ايه او بتعرف ان هي عايزه ايه فبتختاري الحاجه، ولا على حسب؟ ده غلط. ده للاسف لما ده لما الدكتور بيتهاون مع البيشنت في اختيارها لنوع الماتيريال او كده في التقشير، النتيجه ما بتبقاش في الصالح العام. انا عندي مثلا عندي ناس تقول لي انا عايزه اقشر، انا عايزه اقشر. لا، هو الفكره مش قشر السمك خالص خالص. الفكره ان انا اجدد الخلايا بشكل طبيعي ومظبوط. طيب ممكن واحده تبقى عندها الخلايا مش كلها تعبانه، ليه اعمل لها تقشير عميق او متوسط؟ حتى اعمله سطحي واعمله خفيف كمان، يا دوبك اوقع لها الخلايا اللي اوريدي ماتت عشان اسمح. الجلد الميت يعني؟ الجلد الميت عشان اسمح للجلد الصحي السليم ان هو ينتعش، يبتدي يطلع على السطح، يتنفس ويديها النضاره والشكل اللي هو الجلوي اللي بيعجبهم قوي ده، اللمعه اللي في الوش دي. ايه الفرق يا دكتوره نهى بين ال3 مراحل دول، او يعني 3 حاجات، البسيط والمتوسط والعميق؟ كل واحد فيهم بيشتغل على طبقه من طبقات الجلد. يعني احنا مثلا العميق ده انا ممكن كده بشيل كل الطبقه السطحيه بتاعت الجلد كلها، حرفيا الوش كله بيتغير. بس ده بقى عشان يتعمل تقشير عميق، وطبعا في ناس تلاقيها بتضحك عليا دلوقتي ان التقشير العميق ده جلسته يا جماعه ما هي حاليا في مصر مش بتتعمل الا نادر جدا، ولما بتتعمل لازم في جلسات تحضيريه قبلها. الكلاينت عشان تدخل جلسه تقشير عميق المظبوط اللي بنتكلم عنه اللي على اصوله، يعني لازم تتحضر قبل الجلسه شهرين وبعد الجلسه شهرين. ايوه انا متاكده هيجي لي تعليقات ازاي ليه كل ده عشان جلسه تقشير؟ ايوه دي جلسه تقشير عميق، بتبقى جلسه واحده في النص. بس قبلها في شهرين تحضير بمواد معينه وبعدها في شهرين تاني تحضير. خليني اشرح جلسه التقشير العميق اللي هي يعني اصبحت مش موجوده دلوقتي كتير، مواد معينه اللي بتعملها، وطبعا هي جلسه خليني اكون واضحه في منتهى الخطوره، ما هياش حاجه تتعمل كده مش انا حطيت ماده على وشي، لا حضرتك انت بتعملي خلينا نقول نوع من انواع الحروق بطريقه معينه بس بطريقه مظبوطه، وبتغمري ان الجلد هيرجع تاني، هيرجع جلد جديد كله.
فانت حرفيا هتشيلي من وشك اي سمار، اي بقعه، اي حبوب. انت خلاص بقى عندك جلد بيبي، فعلا هي بتبقى بعدها جلد البيبي. جلسه بس التقشير محتاجه الشهرين اللي قبلها دول الشهرين تحضير اللي قبلها وتجهيز. لو احنا هنستخدم مواد نظيفه وفخمه طبعا. خلينا نقول انا بتكلم عن المواد الفخمه اللي هي متعارف انها بتعمل التقشير العميق. كان في ماده زمان كان اسمها البلو بيل. تمام. الماده دي كانت بتعمل التقشير العميق بطريقه او بنظريه معينه كده. الدكتور اللي اخترعها اعتمد في نظريته على ان اللون الازرق هو اكتر لون شفافيه في جميع الالوان، واستشهد بده في لون السماء وبلون البحر. قال لك هم اكتر لونين ولونهم ازرق. فاستخدم الماده الزرقاء علشان تكشف له. لما حط الماتيريال اللي بتعمل التقشير العميق، استخدم الماده الزرقاء عشان تكشف له الجلد كل طبقاته. دلوقتي دي ادت لون ايه؟ حط الماده على كل الوجه بالماده الزرقاء، وشاف كل منطقه ادت لون ايه. في مناطق فعلا بتدي لون وردي بينك، وفي مناطق ادت لون ابيض. المنطقه اللي ادت اللون الوردي بنغسل في وقت، بنغسل الوجه منها في وقت. المنطقه اللي ادت ابيض بتتغسل في وقت. دي جلسه مش بسيطه وبتتعمل لازم في مكان مخصص، ولازم في عيادات، ومش اي عيادات، لازم حد يكون اشتغلها بدل المره 10 عشان يغامر انه يعملها. ولازم لازم لازم تكون الكلاينت محتاجاها. لازم تكون وشها بايظ حرفيا بمعنى الكلمه، بايظ من كله بقى، حفر، بقع، حبوب، بشره بايظه تماما، عشان تلجأ احنا لحاجه زي بنحاول كده. نعيد احياء البشره دي مره على تانية. فكره هي بعد القصه دي هي ما بتخرجش من العياده بني ادمه طبيعيه طبعا، هي بتخرج من العياده وشها شخصيا بيبقى لونه خلينا نقول ازرق يومين، وبيبتدي يتحول الى بني. من يومين بقى لشهرين هي يوميا بتفتح بعد عشان الجلسه. كده بتقولي محتاجه شهرين بعد الجلسه يوميا عشان بتفتح، ترجع واحيانا لطبيعتها. بنضطر نديها سبلمنت ادويه بالفم علشان نحافظ عليها ان ما يحصلهاش حساسيات، عشان لو في الام تستحملها. شهرين هي لونها بيفتحها يوميا. تخيل حضرتك بعد الشهرين بيبقى لونها ايه، بتبقى عامله ازاي؟ كانها لسه مولوده، جلدها ما فيهوش غلطه. طيب السؤال بقى هنا اللي بيتبادر للذهن، هل فعلا عمليات التقشير دي سواء سطحي او متوسط او عميق بتعالج بس، يعني بتعيد لون البشره، مجرد بتلعب على لون البشره انه يرجع للون الطبيعي بتاعها وبنشيل الجلد الميت، ولا كمان بتعالج في السكه بقى اثار الحبوب وحفر بتاعتها والحاجات دي كلها؟ طبعا زي ما بقول لحضرتك التقشير عالم، هو كل ماده بتشتغل او بتستهدف علاج حاجه معينه. في مواد شغلتها انها تدي درجات افتح للون، فهي مش هترجع للونها، هترجع افتح شويه، درجتين 3 6. في واحده ممكن تبقى عندها مشكله الحبوب، فاحنا المواد اللي بنستخدمها لها في التقشير هي المواد اللي فيها انتي اكني، المواد اللي بتعالج ظهور الحبايه. بنستخدم مواد ما تعملش ما تخليش الجلد يفرز الزيوت بتاعته بشكل اوفر قوي لدرجه ان هو يعمل دهون في الوش وتتكون وتعمل حبوب وكده. في ناس عندها المسام واسعه برضو بنقفلها لها. في مواد بتبقى وظيفتها انها تعالج السكارز اللي هي الحفر، اثار الحبوب، ودي اكتر مواد بتاخد وقت في العلاج، بالرغم ان هو تقشير الى حد كبير بيعتبر سطحي، بس بتبقى عشان تشوف وشها بالمنظر اللي يعجبها او النعومه خالص ترجع له تاني، دي لازم في خلال 6 شهور مثلا. مفيش علاج حفر في الوجه غير بسيستم تقشير معين اسبوعي، اول شهرين، وبعد كده كل اسبوعين تاني شهرين، بعد كده كل 3 اسابيع تالت شهرين. 6 شهور متواصله بتمشي على الجلسات بالشكل المنتظم ده، حقيقي وشها بيرجع تاني كأن ما كانش فيه حفر اصلا. ايه الفرق بين التقشير باستخدام المواد دي والتقشير باستخدام الليزر؟ والله حضرتك انا رايي الشخصي، هتكلم عن رايي انا الشخصي، انا دايما بفضل استخدام المواد للتقشير. اجهزه الليزر اكتشفنا انها بتقشر الجلد طبعا عن طريق انها بتشيل الطبقه الخارجيه بتاعته، بس مهما كان جهاز الليزر هو جهاز، يعني هو مش عارف انهي الخليه اللي ماتت، انهي الخليه، انهي منطقه، يعني منطقه الجلد دي حيه ولا لا، الجلد هنا ميت ولا لا، هو شايل كله. هو مشي على يعني هو اقرب للعميق شويه. لا العميق حاجه تانية.
العميق برضو. خلينا نقول اقرب للمتوسط. اقرب للمتوسط. انما ما تمام. هوش عميق. العميق قصه تانية خالص. المتوسط اللي هو الجلسه اللي بتتحط مثلا على الوجه، تاخد لها في حدود 10 15 يوم، الوش بيقشر وبيتجدد الخلايا وبيبقى بيرفكت برضو على فكره. المتوسط، تقشير المتوسط بيرفكت، بس برضو لازم له تحذيرات، ولازم تحضير قبله بحاجه بسيطه، مش بيبقى شهرين طبعا، لا ممكن اسبوع 10 ايام برضو قبليه. اما التقشير السطحي اللي هو ممكن نستخدم فيه كذا حاجه بقى، احنا مجرد بنشيل طبقه الجلد الخارجيه خالص، الخلايا الجلد اللي ماتت. الماده ممكن تستهدف الخلايا الجلد اللي ماتت فقط عشان توقعها او تحرقها، انما الجهاز ايا كان الجهاز مهما كان جودته هيستهدف كل الخلايا. وده مش ميزه؟ بالنسبه لي ده مش ميزه. هقول لحضرتك ليه. لان بنيجي بعد كده بنبقى محتاجين حاجه اسمها توحيد للون. طب انا عشان اوحد اللون انا اوقع لك الجلد الميت بس، انما عشان اشيل بدون ما ابقى موحده اللون انا اشيله خلاص كله كده. اللي كان غامق هيستمر غامق في وشك، اللي كان فاتح هيغمق، مش هيظبط معاك، يعني مش هنوصل للنتيجه حتى لو اللي المرضيه. كان غامق فتح شويه، بس الفاتح هيبتدي يغمق لانه هيلتهب. هو مش محتاج يتقشر. انا اقشر منطقه مش محتاجه تتقشر ليه؟ هو التقشير سلاح ذو حدين، اتعمل صح في الاماكن المظبوطه بالمواد اللي تتناسب مع طبيعه البشره ومع المشكله اللي فيها، هيدي نتائج خياليه وهيعالج حاجات مفيش حاجه تانية بتعالجها. اما لو استخدم غلط واتعمل بطريقه اجريسيف او طريقه عنيفه مع بشره ما تستحملش، او مع مشكله اتحط لها ماده غير المشكله اللي هي الماده اللي بتعالج المشكله دي، هتلاقي النتيجه فشلت. ده غير ان في كريمات معينه لازم تستخدم بعد كل جلسه حسب طبيعه الجلد وحسب الماده اللي محطوطه، حسب طبيعه الجلسه وبتعالج ايه. الكريمات دي لازم الكلاينت بتمشي عليها بامر واضح من الدكتور. دكتوره نهى عطارد، استشاري الجلديه والتجميل، نورتيني يا فندم. بشكرك على سعه صدرك وعلى انك وضحت لنا كل ما يتعلق بالجديد في علاج مشاكل حقيقي كانت بتؤرق كتير من الناس اللي عنده يعني هذه المشكله وكان مش قادر يتعايش معاها. النهارده اصبح الموضوع يعني في متناول الجميع ويقدروا يعالجوا كل المشاكل دي. شكرا ليكي وشكرا على وجودك معانا. العفو، تسلم يا فندم. مشاهدينا، دي كانت حلقتنا النهارده من طبيب العيله. يا رب نكون قدرنا نوضح ونبسط لحضراتكم كل ما يتعلق بعلاج المشكلات اللي اتكلمنا فيها النهارده في حلقتنا. يا رب حلقتنا تكون نالت اعجاب وقبول حضراتكم. ان شاء الله هنشوفكم دايما في حلقات جديده. حتى يحين هذا الموعد اترككم في امان الله.